او فرحان جدا يعني. بس وبعد كده بقى نزلت مضيت وحصل اللي حصل. حماده هكر. اديها لنيلي. تديني انا؟ اه. ازاي اتعرضت عليا الشخصيه؟ هو الفكره كانت موجوده من قبلها بسنه. بس طبعا يعني ما كانش الشخصيه اسمها سكر، اسمها ليلى. كان اسمها ليلى. مش فاكره. انت اللي عارف. بس انا مش فاكره لان النسخه القديمه اتمسحت تماما من ساعه ما جت. من ساعه ما جت كامله بالنسبه لها. الاسامي بتبقى مهمه قوي، اختيارات الاسامي، اختيارات التفاصيل الشخصيه. هي اللي اختارت اسم سكر ده فعلا. هي بتحب كل شخصياتها اللي بيكونوا موجودين معاها في اي عمل، على فكره مش صح. فهي كل عمل بتدخله بتهتم جدا بكل الشخصيات اللي موجوده. رن التليفون الشخصيه. انا مره طلبتني قالت لي انا في المونتاج وبنفكر في رن التليفون حماده، انت شايف رن التليفون حماده ممكن تكون ايه؟ فانا كانت ايه؟ انا اول مره مخرج يسالني عن رن التليفون الشخصيه. طب والرنه كانت ايه؟ انا قلت لها هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده. كان كل بقى ما ترن يعني شوف هي التفاصيل، كان كل ما ترن الناس تضحك لان كانت بتحصل مصيبه بعدها كل لحظه. تلاقي نجلاء عامله مصيبه وطلباه، فكانت جدا. بس كامله برضو ليها علاقه بالاسامي، بتحب الشخصيات بتاعتها يبقى ليها اسم رنان كده وتفتكره. لا هي اتكلمت معانا في شخصيه سكر، قالت احنا نغير الاسم خالص عشان يبقى في بس الكونترست ده باين قوي بين عمر اللي هو من الناس الكويسين وسكر اللي من بولاق. فالاسم طبعا عجبنا جدا انا واحمد، وقلنا لا خلاص هو سكر فعلا. ولايق جدا طبعا، هو كان اختيارها فعلا. بما ان المسلسل عن النصب، كل شخص يحكي لنا موقف نصب اتعرض له. استاذ جمال العدل مره لا انقذني من موقف نصب. انا اتعرضت لموقف نصب، بس يعني مش كنا في امريكا. كنت انا اكشلي وصاحبتي، فقررنا ان احنا نأجر شقه. فواحد صاحبنا دخل على الويب سايت المشهور بتاع تأجير الشقق وكل الكلام ده، واتفقنا مع الراجل خلاص وبتاع، ورحنا في الميعاد قال لنا الساعه 11 تكونوا موجودين تحت. فرحنا الساعه 11 نكلم الراجل، محدش بيرد. كلمنا بعديها بربع ساعه، احنا واقفين تحت ومستنيين عشان احنا طبعا مش شنط السفر وكله بقى واقفين تحت. كنت انا وانجي. قال لنا بصوا يا جماعه، بعت لنا صور بيت متدغدغ تماما. قال في حاجه حصلت البيت ده، كان في ناس اللي قبليكوا كسروا البيت، وبيوري لنا بقى سراير متكسره على العفش كله، والبيت متبهدل جدا. فقال لنا بصوا انا هعرض عليكم حاجه، انا هدفع لكم النهارده بس باتوا في اوضه في اوتيل، وانا هدفع لكم ثمن الاوتيل ده، وبس حولوا لي الفلوس وانا هحجز لكم تمام. فاحنا الوهله كده صدقنا، اصل يعني هيكذب ليه؟ مش عارفه هيكذب ليه، وويب سايت مشهور جدا وموضوع واحنا واقفين تحت العماره دي. فايه قعدنا نتشاور كده، طب نعمل ايه، طب ايه. فهو عمال لا بس لازم تحولوا الفلوس، مش عارفه ايه وكلام. كنا لسه خلاص على وشك تمام. فانا قلت طب ثانيه واحده، كان في الراجل بتاع الامن ده واقف هناك، فبنقول له معلش في شقه هنا مش عارفه ايه. قال العماره كلها شركات اساسا وما فيهاش شقق اصلا. طب كويس انت وانتوا مش اول ناس تيجوا وتسالوا على الشقه دي يعني موضوع كان نصبات. بس من بعديها بقى حرمت السيطره دي. اي حد تاني اي حد اتنصب عليك؟ اي حد عنده نصبايا شكلك كده اتنصب عليكي. لا انا مستحيل يتنصب عليا. فتح عيوني. في حاجه لازم نقول على موضوع النصب ده، ان حتى في الكتابه الحاجات اللي احنا عاملينها، انا فاكر ان في قعدنا مع ناس. انتوا قعدتوا مع ناس ليها علاقه بالنصب والحاجات دي. ببحث النصب قعدنا مع ناس كتير، وخدنا بعض القضايا من القصص اللي عندنا في المسلسل بتاعت الشقه دي. بتاعت الشقه دي قصه حقيقيه حصلت وكان فيها حاجات كمان يعني فيها خيال اكتر بكتير من اللي احنا بس احنا ما عرفناش نعمله بقى. الناس مش هتصدق. طب والخطبه بتاعت ام معز دي كانت حقيقيه؟ لا ما هي الخطبه والشقه احنا دخلناهم في بعض، يعني احنا دخلناهم في بعض. بس وبتاعت الحضانه بتاعت الحضانه اتعملت برضه بجد؟ كانت بجد برضه. دي قصه حقيقيه جدا. دول يستاهلوا بقى. دي نصبايا حقيقيه جدا. دي حصلت بالظبط بالملي في المعادي. واحنا صورنا في المعادي. واحنا صورنا في المعادي. صورنا في المعادي.
آسر بقى دورك. سمي بس الاول. مش عارف، حاسه صعب. هل توقعت نجاح اغنيه مليونير للدرجه للدرجه اللي وصلت لها؟ لا خالص بصراحه. اول مره حتى سمعنا الاغنيه كنت انا وانتي كنا في الكروان وبعد كده مش عارف كان في صحفي عندك حتى قاعدين بنتكلم ومش عارف ايه بتاع، بعدين سمعنا الاغنيه لذيذه لطيفه يعني كده فيها حاجه لذيذه وانا فاكر حتى واحنا بنسجل الاغنيه دي احنا ما كناش بنغني فيها. احنا ما كناش بنغني، احنا رحنا الاستوديو انا وآسر وبعدين لا ما كناش فيها اصلا يعني ما كناش فيها فعلا. سمعناها وبعدين طب ما نغنيها، قال طب تروحوا تغنوا فيها حاجه. وانا فاكره ساعتها انت وكنكه كنتوا مين كنكه؟ كنكه ديزل شندي وشندي وديزل انا ما اعرفش كنكه هو كان بيألف الكلام. انت وكنكه وكوني وماني نسيتهم عيال لذيذه جدا بصراحه. انا بحبهم قوي وهم فعلا موهوبين قوي. والحقيقه فاكر قعدت الكلام اللي بالانجلش وكده ده حتى قعدنا نكتبه ساعتها هناك. ما ده اللي انا بقول لك عليه. نكتبه هناك وبتاع. قعدنا نكتبه هناك ساعتها. وبعدين سمعنا الاغنيه، انا لما سمعت الاغنيه في الاول عادي، الاغنيه لذيذه دمها خفيف وبتاع، بس مش في دماغي خالص ان هي ممكن تعمل اي حاجه. بس انا بؤمن جدا ان الناس حبت الاغنيه لما حبت المسلسل. صح. وطبعا بقت حاجه تانية خالص. طبعا غنيناها مليون مره لغايه دلوقتي بقى. بس لا بحبها جدا، وشكرا حتى للمدفعجيه اللي عملوه والفكره نفسها اصلا كانت خطيره. واتقلدت كتير بعد كده برضه. وهي طاقتها حلوه على فكره، طاقتها جميله، تحس ان انت كده بتجذب حاجات لطيفه. هبقى مليونير من بعدها. لا والميوزك فيديو اللي احنا صورناه كده ميوزك فيديو صورناه احنا عملناه كده واحنا بنصور المسلسل اصلا. بالظبط. يعني ما كانش حاجه مترتبه، وده يمكن احلى حاجه في ده حسن في الموضوع. يعني ان عايزين تحيه طبعا لبقيه العصابه، الناس اللي مش موجوده معانا للاسف يعني. لا كان كرو جميل، كان بجد مجموعه حلوه يعني كلها. طيب اللي بعدي انت المفروض تدي السؤال لحد ولا كلنا كلنا جاوبنا. ايه اكتر مشهد افيه كان ارتجالي واتشهر عكس التوقعات؟ بالنسبه لي انا اللي هو لا قريب ولا حبيب ولا غريب. انا ما كنتش طايقه الجمله دي وانا بقراها. يعني وانا بقرا السيناريو كنت حاسه انها جمله تقيله تقل، وبعدين يا ربي ايه اللي يعني مين بني ادم عادي في العادي بيقول جمله كده؟ يعني زي حاجات استاذه ناديه الجندي، عارف هي جمله على بعضها مش مفهومه بالنسبه لي. انا براويه ومحدش ايوه حاجه كده. فطول الوقت وانا بقرا عامله لي مشكله، فابتديت افكر فيها انه انا هتعامل معاها انها مش نفس الجمله، هتعامل انه كل مره بيتقال حاجه تانية. مره عايزه تقول انا غلبانه وضعيفه، مره عايزه تقول انا قويه ومفتريه، مره يعني بغير المعنى بتاعها واقولها على اساس حاجه تانية علشان احس جوايا ان انا طب مين قال لك كنت بتذاكري ما تفرطيش في الجمله دي جامده جدا؟ انت ده حقيقي. محدش يتكلم عن نفسي. ده حقيقي، بس هي عشان كانت تقيله عليها قوي قوي. بس اشتهرت بقى وبقت موضوع. لا انا بالنسبه لي طبعا شوجر. فحتى انا فاكر قوي انا واستاذه كامله اتفقنا ان هو يعني ممكن نكررها بس مش كتير قوي، مش كتير عشان ما تبقاش اوفر دوينج ات، او ما نقللهاش عشان ما تبقاش اختفت كده في الحاجات يعني. وطبعا الاستاذ اسلام قال لي لا والله من الكلمه دي لازم تقولها على طول. يعني لما بضيف بقى لمصلحه العمل مش اكتر. ما عجبتوش بقى. لا واحنا شغالين، لا بكلمك جد والله، واحنا شغالين على الورق انا واحمد وائل مع استاذه كامله، كان الهدف الاولاني ان احنا نعمل كاركترات حلوه عشان احنا عندنا عصابه، فلازم كل كاركتر يعني كل كاركتر فيهم يبقى مش شبه التاني، ويبقى اللهجه بتاعته مختلفه، ويبقى حتى لو الهزار يبقى ليه طعم هزار مختلف طبعا. فكل الشخصيات فعلا كان كل شخصيه عندها الطابع بتاعها وبتاع. طبعا العصابه كانت مقسومه 2 نص مع سكر ونص مع عمر جايب بعلا جايبها في ايده فشبهه شويه وبتاع. بعد شويه انت بدات تنجذب جدا لمستر عمر، كان قدوتي قدوه. نفسي ابقى زيه في كل حاجه بالظبط، وعايزه يختار لي لبس من الزمالك زيه. فلا اشتغلنا مع استاذه كامله كتير على موضوع الشخصيات ده. وهو مهم قوي بيتهيألي المخرج لما بيشتغل مع الكاتب والاثنين بيبقوا فاهمين بعض، ده بيسهل علينا احنا اكيد يعني الحمد لله. بتبقى عارف انت مين وعارف انت فين، اهم حاجه تعرف شخصيتك. هو ده الطبيعي.